ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو النهاردة فيديو تحفيزي لأي حد الريسبشن بتاعه أو شقته وصلت للدرجة دي من الكركبة. قومي بسرعة ويلا روقي وخلي بيتك في قمة الشياكة والأناقة. مش محتاجة منكم غير دعوة من قلوبكم، لأني فعلا تعبت في الفيديو ده جدا، لأني كنت تعبانة ومعرفش ان انا هوصل للدرجة دي من التعب، بس كملت والحمد لله وربنا قدرني. محتاجة منكم ترفعوا معنوياتي كده بلايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتشرفوني كده وتنوروني وتعرفوني بتتابعوني منين، وطبعا تقولوا لي كلمة حلوة في التعليقات، يعني اللهم بارك، تسلم ايديكي، الكلام الجميل ده اللي ربنا ما يحرمني منكم ابدا. فيه. شايفين بقى الريسبشن في قمة اناقته وشياكته، ولا كأنه استغفر الله العظيم يا رب قبل كده كان عامل ازاي. ابتديت الاول باوضه كريم ابني، رغم ان هو في الاوضه دي لوحده، يعني عايش في الاوضه دي لوحده، ورغم ان هو طول الوقت قاعد في اوضه اخواته بيتفرج على الشاشه، لكن اوضته دايما بتبقى مكركبه، معرفش ايه السبب. قولولي كلكم كده ولا انا بس؟ لمعت الخشب ومسحت الاوضه طبعا بعد ما كنستها وعطرتها وخليتها فله شمعه منوره. قلت اوريها لكم بالمره علشان يعني كده تتشجعوا معايا. خلصت الاوضه وظبطت السراير وكل حاجه وفرشت الارضيه، طفيت النور وطلعت بره وقفلتها، قال يعني عشان ايه تبقى نظيفه لفتره من الزمن. تعالوا بقى شوفوا الريسبشن. بصوا انا كنت مضلمه النور، هفتح لكم النور علشان تشوفوا الكارثه. شايفين المنظر؟ شايفين ولا مش شايفين؟ قولوا له شايفين. كل اللي معاه حاجة بيرميها هنا على السفرة، اللي معاه مفاتيح، اللي معاه ساعة، اللي معاه محفظة، اللي معاه جورنان، اللي معاه كتاب، اللي معاه ورقة، كله بيرمي هنا على السفرة. بصوا الريسبشن عامل ازاي، حاجة تسد النفس. وكل ما اعدي من الجنب ده اشم ريحة وحشة جدا. ظلمت أوضة كريم في الأول، عشان كده ابتديت بيها، قلت الريحة جاية منها، لكن ظلمت الأوضة واكتشفت ان المروحة هي اللي مطلعة الريحة الوحشة دي. المروحة ديت كنت حطاها في المطبخ يا بنات، وانا في اللايف بعمل السمك، مش عارفين فاكرين ولا لا. لقيت ريحتها كده مطلعه ريحه وحشه جدا، فكيتها بقى كده وغسلتها بالصابون السائل في البانيو كده وخليتها فله شمعه منوره، وكمان مسحت الجسم بتاعها، البودي بتاعها كله بالملمع بتاع الاخشاب، قلت علشان يبقى هو ريحته حلوه فهيخليها ريحتها حلوه. بعد طبعا ما غسلتها ونشفتها، المقطع دوت اكتشفت ان الفيديو مش شغال فيه. ركبتها تاني زي ما كانت. بصوا بقى هنا عايزه اقول لكم كنت بفرفر قسما بالله، والله العظيم مغص كلوي يا بنات، وكنت مش قادره عماله. يعني انا بعرف اركب المروحه افكها وكل حاجه، بس عشان التعب بلاقيها بتفك مني، كل ما احطها تفك مني وبقيت زهقانه قوي. الحمد لله ربطتها وجيت هنا بقى كده، شلت الكوشينات ديت وشلت الفرو عشان انفضه، عشان هكنس الطرقه. مش هقدر ان انا اشيل السجاده واشيل الجزامه تقيله جدا. هكنس بس واطلع كده التراب بتاع السجاده على الريسبشن، وهتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. شلت بقى اللانش بوكس الجديد بتاع البنات، وشلت كل حاجه حطيتها في مكانها، من بقى ساعات، من مفاتيح، من ورق، من جرايد، لكله. فضيت السفره لان السفره كانت تضرب تقلب يا بنات. بصوا همسحها الاول بالفوطه، لاني لو لمعتها على طول بالجرنان هتجير. همسحها الاول، الم التراب اللي عليها كده، تراب ناعم قوي، وبعد كده هرنش الجلانس وبالجرنان هلمعها واخليها زي الفل. طبعا هي ما كانتش باينه قد ايه متطربه في التصوير، لكن هي فعلا متدمره. هغير بقى المفارش، احط المفارش الصغيره دي كده علشان تبين، يعني تبين الشكل بتاع السفره، لاني على طول مغطياها بالمفرش. وهشيل بقى اللي على ترابيزه الصالون. الاول كنت هشيل القماش بتاع اسمه ايه، الكفر بتاع الصالون، وبعدين قلت لا، الستاير كلها تراب يا بنات اللي عند الشباك. هتشوفوا دلوقتي هنمسكها نفضها كده. انا قعدت افكر، قلت انزل الستاير البيضه دي اغسلها، بس بصراحه ما كنتش قادره ابدا. بصوا والله العظيم هنا عماله افكر، طب افكها اغسلها مش هتاخد وقت وهتنشف بسرعه، بس في نفس الوقت انا تعبانه. قلت خلاص هنفضها، وانفض كده الستاير القطيفه كمان، يعني هحركها من مكانها كده، لو عليها تراب هينزل من عليها، وهساوي كده الستاير بالشكل ده. وبعدين اشيل الكفر عشان التراب بتاع الستاير ما ينزلش على الصالون. هنفض بقى الصالون وارجع احط الخداديات بتاعته او الكوشنات بتاعته تاني. قعدت بقى افنن واقول لا انا عايزه اغير المنظر.
لغايه ما حطيته زي ما كان بالظبط، لان هو ده الشكل او الوضع الطبيعي بتاعه. ونفضت الكنبه دي كمان وكنست الريسبشن كله، ومسحته عايزه اقول لكم بكلور وبالملمع الارضيات، وخليت الارضيه زي الفل. نفضت طبعا الكراسي دي كمان لان دايما ولادي قاعدين عليها، ولمعت الشجره اللي انتوا شفتوها في اول الطرقه ديت، وفرشت السجاد، فرشت السجاده بتاعت الريسبشن، وشكلي هرجع لمها تاني. عارفه اولادي مش هيعمر معاهم، احط الحافظه هتبقى خفيفه كده وسهله. قولوا لي بقى كلمه حلوه تفرحني، واتفرجوا على الفيديو للاخر، وقولوا لي رايكم بجد، يعني فعلا اتحمستوا كده تقوموا وتظبطوا الدنيا عشان لو جالكم ضيف على غفله او اي وقت يعني تلاقوا نفسكم مستعدين. المفرش ده المفرش بتاع ترابيزه الصالون ده ماما جايبه لي هديه، عايزه كده اعرف رايكم فيه. هو شكله على الطبيعه حلو جدا، التصوير مش مبينه خالص، هقربه لكم اهو بصوا. هو شكله رايق جدا، كنت حاطاه على السفرة